سحر ولا شعوذة. في ناس بتدخل جلسات العلاج بالطاقة الحيوية وهي مش مصدقة إن في حاجة أصلا اسمها طاقة، ولكن بعد ما بتخرج منها بتبقى مش مصدقة إن كل الطاقة دي كانت جواها. وده بيفكرني بواحدة جات لي من حوالي 4 أو 5 شهور. شكلها كده إنسانة راقية جدا، وبالرغم إن شكلها يبدو عليها إن هي فعلا إنسانة متوازنة، بس الحقيقة إن كان في عينيها تعب مش بيتقال بالكلمات. لقيتها بتقول لي: يا دكتور وليد، بصراحة أنا مش مؤمنة بموضوع الطاقة دي، بس عايزاك تساعدني. أنا حاسة إني بموت ببطء. بدأنا جلسة تفريغ وموازنة، وبالرغم إني ما لمستهاش أصلا، بس لقيت جسمها بدأ يرتعش ودموعها انفجرت بشكل صدقوني لا يصدق، ومن غير ولا كلمة. وفي آخر الجلسة قالت لي: أنا مش فاهمة إيه اللي حصل لي، بس أول مرة من سنين أحس إن أنا خفيفة. واحس براحة نفسية وطاقة حب للحياة. طبعا انت هتستغرب دلوقتي صح؟ ولكن خليني اقول لك ان ده لا سحر ولا شعوذة. العلم الحقيقي اللي اسمه علم الطاقة الحيوية هو علم حقيقي بيتعامل مع اللغة الأصلية اللي الجسم بيتكلم بيها، لأن كل صدمة، كل خوف، كل كلمة سلبية بتسيب جوانا بصمة طاقية لو ما فرغتهاش هتتحبس جواك وتتعبك من حيث لا تدري. وربنا سبحانه وتعالى قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وسبحان الله، كأن جسمك عبارة عن وعاء ليه قدرة محدودة على الامتلاء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. باختصار شديد، احنا في الجلسة بننظف الوعاء ده. وعلى فكرة في دراسة علمية كمان نشرتها المجلة العلمية الشهيرة واللي اسمها المجلة العلمية للعلاجات التكميلية في الممارسة السريرية في يناير سنة 2021، أكدت إن جلسات العلاج بالطاقة بتقلل التوتر وتوازن الكورتيزول. وهتلاقي في أول تعليق كل المصادر وتفاصيل الدراسة. في النهاية عايزك تقول لي بصراحة، هل حصل معاك في يوم من الأيام حسيت بتعب كبير جواك من غير ما يكون في أي سبب عضوي؟ لو ده حصل معاك اكتب لي أيوة، وأنا إن شاء الله هساعدك تعمل إيه لو دوت اتكرر معاك تاني. باي.